دلوقتي لو انا قلت ان اي مسلسل ممكن ينجح لمجرد انه بيقدم محتوى نظيف، يبقى انا سكه ودغري بهبد. احنا مش محتاجين امثال عشان نثبت النظريه ديت، واحنا شفنا الكلام ده قدامنا عملي اكتر من مره. اللي بيحصل دلوقتي حصل زمان، واكيد يعني هيحصل مستقبلا. لو مسلسل اتعمل ويعتبر من اعظم الاعمال الرسوميه على الاطلاق، بس الريتش واقع، يبقى بالسلام على المسلسل ده. لو المسلسل ما بيعملش ارباح كفايه، محدش بيشتري منتجاته، المسلسل مش مشهور كفايه، مش بيطلع ترند، بياخد ميزانيه كبيره ووقت اكبر مفيش مقابل. طبعا لو المستثمر شاف المسلسل عظيم وكل حاجه، بس بياخد مش بيدي، المستثمرين هياخدوا المسلسل دوت ورا مصنع الكراسي وش. وده بالظبط اللي حصل لمسلسل داني فانتوم. انا مش عايز اقول على مسلسل داني فانتوم عظيم، وما اقصدش ان انا اقلل منه. المسلسل فعلا حلو، مليان لحظاته، بس مليان غلطات كتير ما تتعدش. ده طبعا بدون ذكر يعني الهبد اللي حصل في الموسم الثالث، عشان بوتش هارتمان كان فاكر نفسه صاحب المسلسل بجد. لكن على موضوعية ان المسلسل نفسه احسن من مسلسلات كتير نزل في وقته، المسلسل كان مقتبس عدة افكار من مسلسلات مختلفة، حاول يقدمها مع نفسه بالطريقة اللي تريحه يعني المسلسل اصلا كفكرة مش اوريجينال. واي حد مفتح ومتابع المسلسلات الابطال الخارقين وكل حبشتكنات اللي موجودة وقتها، ده مسلسل نقل كل حبشتكنات ديت بالتمام مع الشخصية بتاعته. بس قبل ما نروح اي حتة كده ونفسر اكتر، يعني المسلسل ده مش بيعتمد على الشخصيات بتاعته في القصص زي المسلسلات التانية بشكل اساسي او بشكل كافي. احنا بناخد المعلومات اللي احنا عايزينها، وعلى حسب الحلقة نفسها الشخصيات الرئيسية ممكن يبقوا اسوأ جزء في الحلقة، ويكونوا شخصيات كليشيه تافهة بمواقف صغيرة تبان انهم اصدقاء الشخصية الرئيسية، او ممكن يبقوا احسن اصدقاء للشخصية الرئيسية اللي هو داني فانتوم. هتقولوا لي دانيال، هقول لكم سوء الاستمرارية ومحاولة تحويل المسلسل انه يبقى اكبر من اللازم بوظ الشخصية. هتقولوا لي فلاد، هقول لكم الموسم الثالث. المسلسل مش بيبقى عارف يخلي الشخصية اللي قدامه تبقى ناضجة لأكبر شكل ممكن، وهتلاقوا الكلام ده أكتر باين في علاقة داني وسام. العلاقة ديت بشكل عام في المسلسل من أول حلقة ظهرت مبنية إنها تنفع عشان ترجع المشاهدين للمسلسل تاني، وبالعربي يعني مماطلة وحلب في العلاقة. المسلسل عموما في كتابته بداية من الحلقة الأولى عايز يجبر العلاقة ديت على المشاهدين في مسلسل هما يدوب لسه هيبدأوا فيه. طبعا سبايدر مان يستحي انه يعمل الحركة ديت، بس احنا عايزين المسلسل يطول عشان الشبكة طالبين مسلسل اكشن يعرضوه. طبعا مش محتاجين نقول انهم حاولوا يلعبوا بالفكرة ديت ويحاولوا يعملوها بلعبكة، زي ان داني بيحب واحدة تانية واحيانا حد مختلف تماما زي عدوته. ايه ده؟ يا باي بيتر باركر. اعتقد انكم مش محتاجين ملاحظة جبارة ان المسلسل مش لاقي حاجة يقف عليها. المسلسل مش ماسك نفسه في الشخصيات اطلاقا. داني هو الوحيد اللي بيستفيد من النضوج، وبيبقى ما بين الحلقة والتانية ومش بشكل مستمر. فكرة ان المسلسل مش حاطط من البداية مخطط موزون لازاي المسلسل هيمشي من اول حلقة، وداني هيبقى ايه ومين الشخصيات اللي معاه والعالم اللي معاه والكلام ده كله مش متخطط له. We're not lovebirds. استعملوا شوية يا جماعة في المسلسل ده، عشان عارف ان في ناس بتحبه ومسلسل الطفولة والكلام ده، بس لو رجعتوا اتفرجتوا على المسلسل ده هتلاقوه مسلسل متوسط بشوية مشاكل عايزة حساب عشان تعدها. طبعا مش بعرض ان اي حد ياخد فكرة من مسلسل بطل خارق تاني او اي مسلسل تاني على كده، لكن انك تاخده بالحرف وتعدل فيه شوية عشان ما تبانش زي غيرك، لدرجة انك نفسك ما عندكش بناء كامل لكل الشخصيات المسلسل وماشي هدف وتخطيط محدد، ما يقولش ان ده هيبقى مسلسل عظيم. واللي قدروا يشتغلوا بيه في المسلسل مش وحش، خصوصا يعني انهم خدوا حوالي 3 سنين عشان يجهزوا المسلسل ده، فالمفروض يعني يبقى في حاجة موجودة قدامنا على الترابيزة، بس هما ما جهزوهاش. تأتي بقى المشكلة الأخرى، وهي إن المسلسل واخد أكتر من حجمه. مشاكل الكتابة كانت تعتبر جزء من إن ليه المسلسل طار بدري، بس برضو المسلسل كان، خلونا نقول يعني، الوالدين السحريين ببادجت أعلى نوعا ما. المسلسل ده أغلب الميزانية بتاعته، هتنبهروا من الموضوع، رايحة للرسومات. ده مسلسل أكشن، بس مش بشخصيات تبقى قريبة من المشاهدين، على الأقل زي سبايدر مان، أو تكون شخصيات روشة بالفعل زي جاكي تشان أو بن 10. بن 10 طفل مشاغب ومسلسل أكشن وشخصيات فضائية، وحتى بالهري اللي بيحصل فيه عنده قصة وعالم، أكيد يعني أطفال هتحب تتفرج عليه. داني فانتوم عنده إيه؟ أغنية حلوة؟ ده بوتش هارتمان طلع هبط فيها عشان يعمل فيها الحكيم المدبر ورا المسلسل. Did you say it's Yo Danny Fenton, he was just 14? Well, if you said that, you are incorrect.
داني فانتوم مشاكله كتير جدا في حتة الميزانية، انه بيضيع الفلوس على نفسه ومحدش بيستفيد بيها حتى المسلسل نفسه. المسلسل بياخد كتير جدا في الرسومات والمؤثرات وطبعا الهندسة الصوتية، بس فعليا المسلسل مش ذكي في بناء العالم بتاعه ولا في استخدام الموارد اللي قدامه بامتياز بشكل عام. ونرجع تاني للكتابة. كتابة الشخصيات بعيدا عن كتابة الحلقة ضايعة. معظم الأشباح اللي في المسلسل ما تمش كتابتهم صح. آري وشين والديزاين بتاعهم حلو، بس في أغلب الوقت بيتوجه لهم كتابة عبيطة جدا. أمبر شخصية كويسة جدا على سبيل المثال، بس هي ما تعملهاش بناء صح أصلا عشان تبيع، اللي هو المفروض هدف المسلسل. لو مش بيحقق الأرباح المطلوبة، لو مش بيجيب الأرباح من الإعلانات. وطبعا عشان الجمهور القليل للمسلسل محدش هيحط إعلانه في وقت المسلسل أكتر من مرة بيخلق عدد هائل من الشخصيات الروشة في المسلسل، بس الكتابة السطحية التعبانة اللي ما تنفعش مع المسلسل مبوظ الدنيا. المسلسل اتجاهه في الحلقات بيميل انه يبقى كوميدي زي الوالدين السحريين، احد اعمال بوتش هارتمان التانية، بس مش نافع مع المسلسل ده على الاقل بشكل كامل. حلو قوي لما تعمل مسلسل اكشن للاولاد وانهم يتفرجوا عليه وتحط كوميديا هنا وهناك، لكن لما تميل على الكوميديا والبناء بتاع الشخصيات مش قوي للدرجه دي انه يشيل المسلسل بالكامل ويبقى شخصيه ايوه وثلاثه لا، المسلسل بيبان ضعيف. الحاجه الممتازه اللي المسلسل دوت فعلا بينجح فيها وبيمتاز هي الاكشن. اصل اغلب الميزانيه كده كده رايحه على الاكشن يعني. لما الاكشن مع المسلسل دوت، ومش هقول بصفه عامه يعني، كل قتال هيبقى مختلف عشان بالتاكيد يعني ده اللي هيحصل، بس مع عمل المسلسل للكوميديا اكتر بيخلي الشخصيات اللي بيقاتلها داني بتدخل بطابع لعب فيما هو خارج اكشن، وبيأثر على الاكشن بتاع المسلسل. حاجه كده زي هيقولك يا فاشل وابن خالتك مش عارف ايه، وضع في روحك المعنويه عشان القتال يمشي بشكل مختلف. الموضوع بيعود للعب في الحاله النفسيه يعني، دي اللي المسلسل بيلعب عليها بامتياز مع الاكشن، وبيطلع الاكشن بتاع المسلسل بطريقه حلوه جدا. وده للاسف اللي شايل المسلسل كده كده ما كانش مدبر نفسه لاي حاجه من اول ما اتعمل غير انه يبقى اكشن. اتجه انه يبقى كوميديا زي الوالدين السحريين وضربت في وش المسلسل. معرفش يسند نفسه الى انه يكون كوميديا ساخره للي كان موجود بالفعل، مع وصفه كانت هتنجح اكتر لو بنى نفسه وبنى العالم اللي حواليه بالتفاصيل اللي المسلسل هيحتاجها، لكن ده طبعا ما حصلش. المسلسل حاول يبقى اكبر من اللازم مع سيناريوهات وكتابه وبناء مش في صالحه، ما عرفش يحط الشخصيات بتاعته بشكل يجذب المشاهدين ولا حتى يكونوا روشين كفايه انهم يتابعوه. ده غير المشاكل التانية في الكواليس، وان نيكلوديان كل شويه مستنين ايراداتهم اللي بسبب محتوى المسلسل اللي موجود ما قدروش يعملوا حاجه تغطي على تكاليفه ولا تجيب ارباح للشبكه. ده غير انه بياخد ميزانيه اكتر من اللي محتاجها، واغلبها رايح لجزء معين فقط من المسلسل وهو الاكشن. وما ننساش الموسم الثالث اللي اقل ما يقال عليه انه كارثي. لمسات بوتش هارتمان الخفيفه في المسلسل في الموسم الاول والثاني ما كانتش مشكله، لكن وجوده في الموسم الثالث بشكل كامل بوظ الدنيا على الاخر. ده غير علاقه الغرام المتنوعه اللي حاولوا يحلبوها بشكل ابله عشان حلقات زياده للمسلسل، وفي الاخر المسلسل قفل العلاقه بطريقه تتلخص انها فان فيكشن. طبعا المسلسل نفسه مش وحش، ومش هقول عليه مسلسل وحش لانه ممتع، بس غير مثير للاهتمام. مفهوش التكمله القصصيه الكامله اللي تخلي المشاهدين يرجعوا تاني للمسلسل، بس بيعرفوا يخلوا الحلقه لطيفه ممتعه للمشاهده. والناس اللي اشتغلوا على المسلسل ده في النهايه اشتغلوا باللي موجود في ايديهم، محتوى مش عظيم لكن قدروا يخلوه ممتع. المسلسل خرج في نفس الوقت اللي شعبيه سبونج بوب كانت في اعلى اوقاتها بالنسبه للشبكه في وقتها. سبونج بوب كان خلاص الواجهه بتاعت نيكلوديان، وغالبا الشبكه لما شافوا بدايه المسلسل المقلقه في الاول دي رخموا على فريق العمل اكتر من مره ان المسلسل مش جايب همه. وطبعا من هنا تيجي كميه الحكاوي اللي طلعت ان المسلسل هيتكنسل كل شويه مع اشتعال النار قرابه نهايه الموسم الثاني ومع الموسم الثالث، وظهور مسلسل افاتار ذا لاست ايربندر، وكانوا قدم اللي نيكلوديان كانوا عايزينه وبشكل احسن بكتير من اللي داني فانتوم موجود عليه. ما كانش في صالح المسلسل خالص، خصوصا انه لما الجمهور بشكل كويس جدا وعرف يبيع ويجيب اعلانات. داني فانتوم مسلسل في حفرة غير معروف مصيرها من اول ما ظهر. المسلسل ظهر في توقيت كان ممكن يستغله بنفسه الاحسن شكل ويستغل كل المقومات اللي موجودة وقتها، لكنه فشل. النسخة الاكشن من الوالدين السحريين مع لمسات مراهقين. اعتقد المسلسل دوت ممكن يكون واحد من المسلسلات اللي هتستفيد جدا من ريبوت متكامل يقدر يصلح فيها كل غلطاته. بس عايزين نعلي الميزانية شوية ونستخدم منصات الستريمينج والترندات والميمز. المسلسل دوت لو اتعمل له ريبوت صح مش هيقل عظمة عن مسلسل انفينسيبل.
بس طبعا من غير الدمويه الاوفر شويه دي. وهو برضه في المقابل نعرف نفتح كنز النظريات الخفيه اللي موجود في المسلسل دوت، اللي ممكن يتم استخدامها عشان تخلق عالم اكبر بشكل روش، مع الاستعانه بالكوميديا العبيطه اللي موجوده في المسلسل. واخيرا من غير غلطات تافهه ممكن تبوظ المسلسل وتخليه يحقق ارباح. طبعا الكلام ده كله متروك في ايد نيكلوديون. شكرا للمتابعه واسيبكم تكملوا يومكم. بيس.